تفاعلات الإحلال المزدوج. إحلال ومزدوج يا مستر؟ طب إيه اللي بيحصل؟ يلا نتابع. هنبدأ يا صديقي بأول حاجة التعريف. والله هي تفاعلات كيميائية. طب إيه اللي بيحصل كده في التفاعلات دي؟ يتم تبادل مزدوج بين شقين. الشقين اللي هي الأيونات، مركبين لتكوين مركبين أو لينتج مركبين جديدين. مش قادر استوعب برضه يا مستر. أنا عندي مركب الأولاني A و B يتفاعل مع مركب تاني C و D. المركب الأولاني ده ليه شق موجب اللي هو الA وشق سالب اللي هو الB، والمركب التاني ليه شق موجب اللي هو الC اللي هو الكاتيون يعني، وشق سالب اللي هو D. ايه بقى اللي هيحصل؟ هيحصل تبادل. الايه هياخد مكان السي. خلاص، يبقى كده هيبقى اسمه ايه؟ ايه دي. والسي هياخد مكان الايه، يبقى هيدينا سي بي. يا صديقي، يبقى الموجب هنا هياخد مكان الموجب في المركب الثاني، والموجب المركب الثاني هياخد مكان الموجب الشق الموجب يعني في المركب الاولاني. وبكده قدرنا نستنتج التعريف. طب يا مستر اديني امثله لتفاعلات الاحلال المزدوج. هنبدا اول مثال، عندنا تفاعل اسمه تفاعل التعادل. ايه يا مستر التفاعل التعادل ده؟ والله هو تفاعل بيحصل بين مركبين. المركب الاولاني اسمه حمض، والمركب الثاني اسمه قلوي. يبقى هو تفاعل حمض مع قلوي، يبقى حمض وقلوي. طب لما الاثنين دول يتفاعلوا مع بعض هيدونا ايه؟ هيدونا ملح الحمض وماء. احفظها كده يا صديقي، حمض وقلوي، ملح وماء، حمض وقلوي، ملح وماء. طب ده تفاعل احلال مزدوج؟ ما تيجي ناخده بقى مثال رمزي. تعالى بقى يا صديقي ناخد تفاعل من اشهر التفاعلات عندنا في المنهج ودايما بيجي في الامتحانات، تفاعل حمض مع قلوي. هيتكلم النهارده عن حمضنا، وحمض الاشهر هو حمض الهيدروكلوريك HCl. خلي بالك الهيدروكلوريك يتكون من شق موجب اللي هو الهيدروجين، وشق سالب اللي هو الكلورايد او الكلور يعني ايون الكلور. تمام. اما هيدروكسيد الصوديوم شق موجب اللي هو الصوديوم او ايون الصوديوم، وشق سالب اللي هي مجموعه الهيدروكسيد. بص يا حبيبي، قاعده من ابوك كده، اول ما تلاقي احلال مزدوج كسر وبدل. هنكسر ايه؟ هنكسر الرابطه الموجوده ما بين الصوديوم والهيدروكسيد، وهنكسر الرابطه الموجوده ما بين الهيدروجين والكلور. كسرنا، هيجي جاي بقى مين بقى؟ هيجي جاي الصوديوم حال محل الهيدروجين. خلاص، وهيرتبط بمين؟ بالكلور. يبقى هو هيحل محل الهيدروجين وهيرتبط بالكلور ويدينا ملح كلوريد الصوديوم. يجي الدور بقى على مين؟ يجي الدور على الهيدروجين، يجي رايح مكان الصوديوم وحلل محله وهيرتبط بمين؟ بالهيدروكسيد. خلاص، يبقى هيدينا HOH اللي هو الميه. يبقى كسرنا الرابطه ما بين NaOH، كسرنا الرابطه ما بين HCl، والايونات الموجبه حلت محل بعض. والله المحلول الناتج اهو اللي هو ملح زايد في ميه، ده محلول. طب لو سخناه خلاص، يبقى الميه ده اهي هيحصل لها ايه؟ يا مستر هيحصل لها تبخر. يبقى الميه هتتبخر وتتصاعد. مين هيتفضل بقى في المكان؟ هيتفضل الملح، المكان اللي هو الاناء يعني او الكاس. تاني مثال يا صديقي مع الاحلال المزدوج هو تفاعل مين يا صديقي؟ هو تفاعل حمض، واحنا شغالين على HCl مع ملح. بص يا صديقي كده، دي تفاعل برضو بيجي كتير في الامتحانات وبيتكلم، او احنا بنسموه تفاعل البالونه. طب ليه سميناه تفاعل البالونه؟ وده عندك بقى، انا هجيب بالونه فارغه واحط فيها فاضيه يعني، واحط فيها ملح كربونات الصوديوم. كلنا عارفين رمز الصوديوم ان ايه،
عارفين الكربونات CO3 التكافؤ الصوديوم أحادي وتكافؤ الكربونات أو الكربونات ثنائي، الاتنين بتاعت الكربونات هياخدها الصوديوم. ماشي، حطينا وده بودر يعني، حطينا ملح كربونات الصوديوم في البالونة خلاص، وحطينا البالونة فوق دورة، والدورة أصلا كنا حاطين فيه حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl داي، كنا عارفين مخفف يعني إيه؟ يعني داي. تمام، وحطيناها إيه فوق ثبتنا البالونة فوق الدور، ومع إن ثبتناها إلى أن تساقط. مين بقى اللي هتساقط؟ كربونات الصوديوم هتساقط جوه الدورة. مين هتقابل من جوه؟ HCl، يعني هيحصل تفاعل. طيب، نتيجة التفاعل ده لقيت البالونة حصل لها انتفاخ، انتفخت البالونة زي ما احنا شايفين، يبقى كده أكيد تصاعد غاز. طب الغاز ده عايز أكشف عليه، جيت واخد الغاز ده وعديته على ماء جير، حصل لماء الجير حصل له عقارة، يبقى إذا الغاز ده ثاني أكسيد الكربون. يعني لما فعلت كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. يلا نبص على التفاعل. المعادلة هنا يا صديقي زي ما اتفقنا إحلال مزدوج، يبقى هنكسر ونبدل، يبقى ده الشق الموجب وده الشق السالب. هنروح على حمض الهيدروكلوريك هنكسره برضه، يبقى ده الشق الموجب وده الشق السالب. هنبدل بقى، الصوديوم هيجي مكان الهيدروجين ويتحد بالكلور وهيدينا ملح كلوريد الصوديوم. ماشي، بعد كده الهيدروجين هيجي مكان الصوديوم وهيرتبط بالكربونات وهيدينا، ركز معايا في الحته دي، حمض الكربونيك H2CO3. هتبص في المعادله عندك مش هتلاقي H2CO3، هتلاقي ميه وثاني اكسيد الكربون. ما انا قلت لك احنا بدلنا، عطانا كلورايد الصوديوم ماشي وهيدينا حمض الكربونيك، بس حمض الكربونيك ده مش هيستمر كتير في الدورة او الانبوبة، عشان حمض الكربونيك ده من الاحماض الضعيفة، فسرعان ما سينحل او يتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون. فاحنا بنكتب على طول في النواتج انه هيتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون. يبقى من الاخر يا صديقي كربونات الصوديوم هتتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك هيدينا ملح كلوريد الصوديوم وهيدينا ميه وهيدينا ثاني اكسيد الكربون. طبعا هنوزن الوزنه بتاعتنا، وده كان مثال لتفاعل احلال مزدوج ملح مع حمض. وبكده يا صديقي وصلنا لاخر نوع من انواع التفاعلات الاحلال المزدوج، اللي هو تفاعل محلول ملح مع محلول ملح آخر، اللي احنا بنسموهم يا صديقي تفاعلات الترسيب. يعني ايه يا مستر تفاعلات الترسيب؟ بالبلدي ومن الآخر كده، هيبقى عندي محلولين ملحين هيتفاعلوا مع بعض ويحصل بينهم تبادل مع بعض بالأيونات الموجبة وهيدينا ملحين جديدين، بس أحدهما يذوب ويكون محلول والآخر لا يذوب وبيدينا راسب. ومن هنا جه تفاعل الترسيب، هو تفاعل محلولين ملحيين مع بعضهما لتكوين ملحين جديدين، يبقى الملحين داخلين طلعوا ملحين آخرين جداد خلاص، بس مختلفين في درجة الذوبان، حيث أحدهما يذوب والآخر يترسب. تمام؟ تمام يا مستر، ما تديني مثال. تعالى نشوف. هنجيبوا ملح بتاعنا اسمه نترات الفضة. نترات الفضة AG اللي هو الشق الموجب، NO3 اللي هو الشق السالب، وفي ملح بتاعنا المشهور جدا اللي هو كلوريد الصوديوم، الشق الموجب الصوديوم والشق السالب الكلور، شق يعني النصف. هيحصل ايه يا صديقي؟ هيحصل احلال مزدوج، الفضة هيحل محل الصوديوم، تمام، وهيتحد بالكلور، يبقى هياخد مكان الصوديوم ويتحد بالكلور وهيدينا راسب خلاص. والراسب ده لونه ايه؟ ابيض،
اسمه بقى ايه؟ كلوريد الفضة. طيب بعد كده مين اللي هيحل محل التاني؟ الصوديوم هيجي رايح واخد مكان الفضة، وهيرتبط بمين؟ بالنترات، نترات الصوديوم. يبقى عندي الملح واحد اللي هو نترات الفضة، وعندي الملح اتنين اللي هو كلوريد الصوديوم. يا ترى ملحين جديدين اللي هو الملح تلاتة اللي هو نترات الصوديوم، والملح أربعة اللي هو كلوريد الفضة. وكلوريد الفضة ده هو الذي يترسب.